مرحبا بكم جميعا في حوار جديد من حوارات هشام. تنتمنى الصوت والصورة توصلكم مزيان. كانت واحد الصعوبة التقنية تنظن حليناها. اليوم معايا ضيف جميل هو الأستاذ زاهد مصطفى، والموضوع هو الاحتجاجات اللي نايضة في المغرب ديال جيل زد أو جينيريشن زي، جينيراسيون زد. أول حاجة بعدا قبل ما ندخلوا، واش أنت جينيراسيون زد ولا أين حرف من الحروف؟ انا جيل سي 90. سي سعيد. فعلا. اوكي. مرحبا بك معنا. تنظن المغاربه كلهم دابا الموضوع اللي تيدور هو الموضوع ديال الاحتجاجات. اول مره ربما تنشوفوا في المغرب احتجاجات بهذه الطريقه من هذا الجيل هذا، يعني جيل زاد. كيفاش اول حاجه يعني ربما كمدخل كيفاش تتشوف هذا الجيل هذا؟ يعني شنو الطبيعه ديال هذا الجيل هذا؟ واش فعلا جيل مختلف على حيت ماشي اول جيل دار احتجاجات ولا خراج ولا يعني دار هاد بين قوسين هاد المظاهرات وهاد الاحتجاجات والمطالب. شنو اللي تيميز هذا الجيل هذا جيل زد؟ اولا كنشكرك سيدي هشام على هذه الحوارات الجميله، واللي هي حوارات بطعم الاختلاف، والاختلاف نحن في حاجه اليه، سواء في الاسره، في الحي، في الدوار، في القبيله. يعني الاختلاف يجب ان يصبح جزء لا يتجزا من ثقافتنا المغربيه، وكل واحد يقوم بواجبه، وانت من الناس اللي كيديروا الواجب ديالهم في هذا التسييد ديال ثقافه الاختلاف وديال فكر الاختلاف. طيب، هذا من جهه. اشكر ايضا المتابعين ديالك الكرام. فيما يخص الجيل ديال زاد، يمكن نهضروا معاهم اليوم باللغه ديالهم، وغنحاول انني نتفادى اللغه لانني كنلقى صعوبه في الدارجه. ولكن هذا الجيل شكون هو؟ منين جاو؟ هادو هما الشباب اللي كتحاول الان او كيحاول علم الديموغرافيا انه يصنفهم باعتبارهم انهم الجيل اللي نشا في حوالي 95 97 الى حدود بدايه 2000، وتيحاولوا يعطيوهم واحد المجموعه من الخصائص ومجموعه من الصفات السيكولوجيه، وانهم يحسسوهم، وهذا هو الخطاب الاعلامي اللي كاين اليوم، بان لهم هويه مختلفه عن الجيل السابق، وان الجيل السابق لا يفهمهم ولا يستوعبهم. هذا الخطاب ماشي جديد غير في المغرب، هو خطاب شفناه في كينيا، شفناه في النيبال، شفناه في العديد من، شفنا ايضا ابان الربيع العربي. دائما حينما تريد ان تستهدف فئه معينه تشعرها بانها متميزه على الاخرين. لا يقل هذه الاسطره لهذه الفئه عن ما يتم فعله احيانا مع الخطابات الدينيه والعرقيه. دائما يجب ان تصنع فئه وتقول لها لديك خصوصيه. خطاب الخصوصيه خطير. طيب، هذه الفئه شكون هي من الناحيه السوسيولوجيه؟ هادو هما الاطفال اللي ما قراوش في الجامع، هادو هما الاطفال اللي ما كبروش في الجمعيه، في الكشفيه، في الحزب. هادو هما الاطفال اللي والشباب، هادو الاطفال اللي ما خضعوش للتأطير داخل الاسره الممتده، الاسره اللي كان فيها السلطه كانت عند الحاج وعند الحاجه، وكانوا فيها العمام والاب عايش حتى هو تحت السلطه ديال الجد، وكان القرارات الكبرى تتخذها الجد، وخاص الجميع يطيع. الى مات الحاج تتكلف الحاجه، يمكنك ان تفعل ايضا، غفر لك ما تقدم لك الى الحاجه بغات، ثم فيما بعد تتكلف عمك الكبير، وهكذا. هذا الجيل لم يعيش هذه السياقات. هو نشا نهائيا في اللانش بوكس، ونشا في المدرسه الحديثه، ونشا ايضا في النادي وفي لاكريش وفي الحضانه، وداه وجابوا الترونسبور، ونشا في الديجيتال. اذا هذا الشباب نشا ايضا في سياق ثقافي الذي سادت فيه عدميه سياسيه، ونوع من النفور من المؤسسات، النفور من المؤسسات بجميع اشكالها، مؤسسه المدرسه، الحزب، مؤسسه السلطه. كل هذه المؤسسات نشا هؤلاء الافراد في اطار نزع القيمه عنها ونزع الاحترام عليها، وايضا في اطار نوع من التدمير الذي كان في زمن سياسي وثقافي لهذه المؤسسات. اذا هو جيل السيوله، هو ايضا جيل الفاست فود، جيل الهامبرجر، هو جيل ينظر الى العالم باعتباره مجموعه ريلز، مجموعه من الفيديوهات القصيره والرسائل القصيره. جيل ما فيه يكتب لك صافا كي داير لاباس عليك بخير، تيكتب لك
السي في وتكتب لك بي 8 بمعنى تصبح على خير. هذا هو الجيل، هذا الجيل الذي نشأ في هذه السياقات، نشأ أيضا في ظروف اللي الأب والأم دخلاتهم التلفازة للدار وبداو تيستشعروا خطاب حقوق الإنسان في غياب فهم لضوابطه لسياقه النظري. وبدا كل أب وكل أم والأغلبية الآباء والأمهات تيقولوا تمحنا، ما بغيناش ولادنا يتمحنوا، تكرفسنا ما بغيناش بناتنا يتكرفسوا، بغينا ولادنا يكونوا احسن منا. وكان هناك نوع من التربيه المبنيه على الرخاوه، فانتجت لنا للاسف رخويات يعتقدون ان كل شيء يمكنه ان يكون جاهزا، كما يمكن للاشياء ان تحدث على الهاتف بسهوله. سالوا المسار الدراسي ديالهم، التفتوا يمينا داروا على اليسار، فوجدوا الواقع الحقيقي مثل لوفياتان تنين واقف امامهم ويصد احلامهم ويقول لهم مرحبا بكم في الواقع، آن الأوان أن تستيقظوا من عالم الصور وأن تدخلوا إلى الواقع الحقيقي. فوجدوا بأن في الواقع الحقيقي هناك سياسات عمومية، هناك سوء توزيع عادل للثروة، هناك بطالة تصل في صفوفهم إلى حوالي 35% في السنوات الأخيرة. مرحبا بهم في الواقع. فوجدوا أن الأمور لا يمكنها أن تتحقق بالسهولة التي هي عليه. طيب الآن هذا هو التصريف له. اوكي، عطيتي وصف ربما دقيق بزاف، يعني فيه بزاف ديال التفاصيل. يعني كاين بزاف ديال لي فاكتور اللي تتخلي ان هذا الجيل هذا عنده واحد بحال واحد الديكالاج مع الواقع الا بغينا نسميوه. يعني كاين واحد هو ما مسوقش الاحزاب، ما عندوش ثقه في الاحزاب، ما عندوش ثقه في الاداره، ما عندوش، هو تيعرف واحد الحاجه اللي كبر بها اللي هي الانترنت، اللي هي السوشيال ميديا. تيشوف العالم كامل على انه ما كاينش فرق كبير. يعني شحال هذه حنايا مثلا الجيل، حنايا جيلنا شنو، انا الجيل ال ولا اش ولا ما نعرف، حنا ما كبرناش بهذا الكونيكسيون مع العالم. كبرنا في واحد القوقعه صغيره، في واحد ما عندناش التليفونات. انا ما عمر كان عندنا التليفون، فتتكبر ما عندك حتى شي اتصال، بغيتي شي حاجه خاصك بريه. فواش الجيل هذا بحال قلتي اصطدم بالواقع، لقى في الواقع شي حوايج. يعني هذا الواقع هذا هو الواقع اللي تنعرفوه، راه الدوله هي الدوله كاينه، الادارات هي الادارات، القانون هو القانون. يعني بحال اللي داك الشيء ديال شحال هذه باقي هو. وعندك واحد الجيل اللي عنده واحد العقليه مختلفه تماما وباغي التغيير بالزربه وزربان وما عندوش الوقت. واش هاد الديكالاج كما سميتو هو اللي خلى هذا الجيل هذا ينوض ويحتج، ولا فعلا كاينه اسباب حقيقيه؟ لان دابا الا جينا نهضروا على السبب الحقيقي اللي دار هذا الشيء هذا، غادي نهضروا على الحادثه ديال السبيطار، غادي نهضروا على مطالب تتبان على السطح مشروعه. يعني حتى واحد في المغرب تنظن الا قلتي ليه تنطالبوا بصحه احسن، تنطالبوا بتعليم احسن، تنطالبوا بالتشغيل، تنطالبوا، ما يقولش لك لا انا ضد هذا الشيء هذا. حنا كلنا باغيين هذا الشيء هذا، ولكن شنو هو السبب الحقيقي؟ واش هذا هو السبب ولا كاين داك الديكالاج هو السبب؟ يعني بحال اللي بغينا مغرب يكون احسن بزاف من اللي عليه دابا بسرعه، يعني ما عندناش شي حاجه بالتدريج حنايا. هو سيدي هشام، هادو الشباب كبروا خارج المؤسسات وكانوا يبخسونها ولم يعرفوا دورها يوما، لكن المؤسسات دائما موجوده. يمكن للمؤسسات احيانا ان أن 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 لا تنجز بعض أدوارها المنوطة، ويمكنها أحيانا أن تقوم أن يكون تقصير في أدوارها. لكن المؤسسات كما قلت أنت هي المؤسسات دائما موجودة. هؤلاء الشباب، البعض الذي يريد أن يسوق أن حادثة سبيطارات شحال هذه كان فيهم مشكل، التعليم من شحال هذه وكاين مشكل ديال التعليم، المطالب كلها المشروعة هي ليست وليدة هذه الفئة. يراد لهذه الفئة أن تعتقد وأن تعيش وهم أنها هي المخلص، وأن تعتقد بأن الذين كانوا قبلها جبناء، مع العلم أن الذين كانوا قبل هذه الفئة هم الذين حصنوا دستور 2011، وهم الذين حصنوا العديد من التعديلات الدستورية، وهم الذين حصنوا قانون الحريات العامة، وهم الذين مروا من اعتقالات تزمامات. إذن القول بأننا نحن سنبتدع وسنخترع العجلة
هذا كلام ينم عن غياب وعي سياسي حقيقي وعن حضور العفوية. لكن اسمح لي أن نذكر بالسياق. لكي نستوعب هذه الأمور يجب أن نفهم الدور الذي تلعبه الصورة وعصر الصورة في خلق آليات أو شعور التنافر الداخلي، وأيضا تخلق الرغبة في التقمص الوجداني لأدوار أخرى. خاصنا نفهموا بأن هذه الأحداث السابقة بسط شويه عزيزي، شويه الدارجه باش الناس يفهموا، حيت وي من شوف الاحسن الا قدرتي. دابا اشنو وقع؟ اللي وقع سيدي نوستيك، المشاكل كاينه شحال هادي، والسبيطارات والصحه والتعليم شحال هادي، وهذا الشيء كامل اللي كيهزوا هاد الشباب ناضلوا عليه اللي قبلهم. هذه نقطه. النقطه الثانيه، هناك من يريد ان يصور لهؤلاء الشباب انهم المخلص، مثل ما وقع في المسيحيه او مثل ما وقع في الاسلام، ننتظر المخلص الذي يخرجنا من الظلمات الى النور. هؤلاء ولكن انت باش نشوفوا عزيز، نشوفوا دابا سياسيين بحال عمر بلافريج مثلا، اللي تيقول لك يعني تيعطي واحد الصوره، تيقول لك هادو يعني عندنا واحد الشباب اللي فعلا عندهم حرقه وخارجين دابا للتغيير، يعني بحال اللي راه داروا شي حاجه اللي ما داروهاش الناس اللي قبل منهم. لا، يعني هذا شوف، انا اولا باش ما كرهتش تكون عندي شي لافته نكتب هنا: المطالب مشروعه، الصحه، التعليم، السكن، اتفق معكم وناضلنا على هذه الامور ونناضل معكم عليها. لكن للاسف بعض السياسيين وبعض المثقفين يتحرجون لانهم لا يستطيعون القول في بعض اللحظات للحشود ما يجب قوله. لا احد اليوم يريد ان يقول لهؤلاء الشباب، اما خوفا من ان يفقد المتابعين، واما خوفا من حملات من النقد، لا احد يريد ان يقوم بدوره ويقول الحقيقه ويقول برافو عليكم، قمتم بدق الخزان، نعم حذرتم نبهتم، ولكن لا بديل عن العوده الى المؤسسات، ولا بديل على تحويل هذا الكم الجماهيري وهذه القوه الجماهيريه في الشارع الى آلية قانونيه ودستوريه يمكن من خلالها ان تتتبع من داخل المؤسسات ومن داخل الدستور تنزيل هذه المطالب. شنو المخاطر اللي ممكن يوقع على الشباب اليوم؟ هو انهم غادي يوفروا الضغط الكبير في الشارع وغيرفعوا الشعارات الكبيره في الشارع، ولكن للاسف ممكن يجي مثل بن كيران ويمكنه ان يفاوض. هذا الامر راه وقع في 2011. اذا حنا ملي كننبهوا الشباب لهذه الامور نقول لهم ان العفويه في النضال تقود الى الغباء. وهذا الامر راه وقع في الحراك ديال التعليم، وفي الاخير ناظرت المؤسسات النقابيه ووقع في 2011 واستفادت العداله والتنميه، بمعنى انهم سيبقون في الشارع لينهكوا وتتبدد الاراده والرغبات، في حين ان الفرصه مواتيه لكي يتم تحويل الغضب وتحويل المطالب الى ابتكار آلية او الى استرجاع المؤسسات الدستوريه التي اليوم يوجد فيها اشخاص للاسف لا يقومون بالدور الحقيقي الذي يعبر مثلا عن هؤلاء الشباب. بلاتي هذه نقطه مهمه دابا اول غير. تفضل. المجلس الاستشاري للشباب هو احد المكتسبات دستور 2011. المجلس الاستشاري للشباب، هؤلاء الشباب اليوم يمكنهم ان يطالبوا بتفعيل الان وفورا هذا المجلس، ومن داخل هذا المجلس يمكنهم ان يتحولوا الى قوه اقتراحيه تساهم في صناعه القرار. لكن لا نريد ان يتحول ايضا هذا المجلس الى ملئه بشبيبات الاحزاب، وان كان هناك من هو كفء فمرحبا به، ان كان من هناك يهمه المغرب مرحبا به، لكن ان نملاه بالعائلات وان نملاه ايضا من نوع من الفاعلين الذين لا يميزون بين المجتمع المدني والسياسي وبين مجتمع الخدمات، فهذا مؤسف. هناك مجتمع مدني كيفرق التمر الحريره، كيجمع الحوايج كيديهم المناطق الجبليه، هذا خصو يبقى ويدير هذا الدور. ولكن المجتمع المدني الذي يشارك في صناعه القرار السياسي هذا ما عندوش العلاقه لا بالتمر لا بالحريره لا باللبن لا بنجمعوا الحوايج، هذا يصنعوا افكار ويبلوروا افكار ويطوروا حجج ويطرحوا مشاريع. هذا هو اللي للاسف ما عندناش او تنحاولوا اننا ما نخلقوش في المغرب، وخاصه يتخلق. اوكي
حنا عندنا بزاف د المشاكل تنظن في المغرب. واحد القضيه هضرتي عليها مهمه خصني نعقب عليها، وهي المساله ديال احنا شويه، احنا المغاربه احنا عاطفيين وشويه اكستريم. يعني داك اللي تيجي الوسط وتعطي اراء معتدله بين قوسين، تيجي الوسط ديما تيكون تيخونوه الاقصى اليمين تيخونوا، اقصى اليسار تيخونوا. يعني ما عندكش الحق تكون الوسط. يعني ديما خاصك تكون يا مع 100% مع كل شيء، يا 100% ضد، سينو غتكون ديما الوسط. وديما هذا مشكل كبير. وهضرتي على السياسيين انهم خاصه ان السياسي كاين اللي تيقولها، وكاينه امثله اوروبيه تتقول بان السياسي فاسد بطبعه. السياسي ديما تيبغي مصلحته، تيبغي عنده اهداف انتخابيه اكثر من انه عنده حرقه على البلاد ولا باغي هذه، وهو خدام على الكارير ديالو. فغيلقى بحال هذه الاحتجاجات هذه غيركب عليها، غيلقى هذه الاحتجاجات يركب عليها، غيقول انا علاش هو عنده الربح منها، انه الا ساند غيربح ليه واحد الالاف ديال الاصوات في الانتخابات. هذا هو الربح عنده. هو راه ما مسوق لوالو، هو راه عايش ديما ستاتيو كوو، ما غير والو، ما دار والو، واخا انتخبوا عليه ما دار حتى حاجه، ما تغيرت. دابا هضرتي على ان الا بقات هذه الاحتجاجات بطريقه هكا عفويه، ما عندهاش تنظيم، ما تبلوراتش لشي حاجه في الواقع اللي تقدر تغير، فبحال اللي غتضيع. بحال بزاف ديال الاحتجاجات اللي وقعوا في دول، يعني نشوفوا المنطقه بين قوسين العربيه، ما تزعجبنيش هذه التسميه، مي كاين دول، لبنان، كاين الجزائر، كاين تونس، كاين بزاف ديال الدول اللي وقعوا فيهم هذه الاحتجاجات. نعم، هذه نقطة خطيرة ننبهوا لها في جملة. تفضل عزيز. وما شوف شوف عدالة المطالب راه عندنا، باش غدا إلا شي واحد يريد أن يحرف خطابنا نرجعوا نقطعوا نحطوا عليه. شوف الفرضية الثانية، من أدراك ومن قال لك بأن هذا الذي لا نعرفه على مستوى ديسكوفر، لا نعرفه، هو مجرد اسم، من أدراك بأنه يريد لهم البقاء في الشارع ليبتز المؤسسات؟ من أدراك بذلك؟ هل نتفق مع عمل المؤسسات؟ لا نتفق في العديد من الأمور، ولكن من أدرانا بأن هناك من يريدهم أن يبقوا في الشارع ليفاوض هو في الوقت المناسب. وقد لاحظنا العديد أكل لسانه القط كما يقول الدنماركيون في المثل الشهير، وهو الآن يلاحظ ويترقب الأوضاع، لم يؤيد ولم يعارض. من أدرانا؟ حنا نمشيو مع فهمنا فهم سطحي، نقولوا بان ما كاين حتى شي حاجه، بان فريمون هادو شباب اللي خرجوا مطالب ديالهم عادله. ولكن شنو غيستافدوا هاد الشباب هادو؟ يعني كما الى قارنا مثلا الاحتجاجات اللي وقعت في دول اخرى بحالنا، شنو وقع؟ احتجوا، حراك كبير، وفي الاخر شنو وقع؟ ما وقع والو. بالعكس، كاين شي احتجاجات اللي داروا العكس من بعد. فشنو الاستفاده مثلا ديال هاد الشباب هادو اللي غيخرجوا، اللي كاين لا يمشي منهم للحبس، كاين اللي للاسف وقعوا حتى الناس اللي ماتوا؟ شنو الاستفاده في الاخر الا ما كانش واحد التاطير؟ يعني الا كانت واحد، حيت كيفاش غادي يتاثر؟ انت هضرتي على هذا المجلس هذا الاستشاري هذا اللي ممكن ان الشباب ينخرطوا فيه وانهم يكونوا تغيير. يعني كيفاش هذه الاحتجاجات هذه اللي هي عادله، اللي هي مطالب عادله، اللي باغا حوايج اللي المغاربه كلهم باغيينها مني وجبت، كلنا احنا المغاربه باغيين المغرب يكون في احسن حاله، يكون فيه احسن مستشفيات، يكون فيه التعليم والناس خدامين وصندوق ضمان اجتماعي وكل شيء، حتى واحد ما عايش مكرفس في المغرب، هذا الشيء كامل احنا باغيينه. ولكن كيفاش واش الخروج ديال هاد الشباب هذا صافي هما خرجوا وغوتوا غيعطينا هاد الشيء اللي بغاو هما؟ اولا بمنطوق الدستور 2011 الاحتجاج السلمي يسمح به القانون، ولكن الاحتجاج السلمي والتظاهر السلمي لا يجب أن يصدر، أنا باعتقادي وفي نظري، إلا عن أشخاص مسؤولين. هؤلاء الشباب الذين خرجوا كنحييهم لأنهم أخذوا المبادرة، والجميع حتى صاحب الجلالة في الخطاب الأخير تحدث عن المغرب يمشي بسرعتين. إذن هؤلاء الذين ينبهوا الآن
إلى أننا نريد أن تصبح السرعة في المغرب متوازية. سرعة موروكو وسرعة المغرب يجب أن يصبح متوازيين. هذا الأمر لا أحد يجادل فيه. لكن هل هؤلاء الشباب يعتقدون بأن هذه المطالب سترفع اليوم وتنفذ غدا؟ أكيد أن هذا الأمر غير ممكن، غير ممكن. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، هل هؤلاء الشباب يجب أن يبقوا في الشارع؟ هذا الأمر يشكل خطر على استقرار المغرب، وقد لاحظنا الانفلاتات التي حدثت. راه ماشي كاع الدراري اللي خرجوا هم في مستوى الأخ حمزة فضيل والمهدي صابق، وأيضا الوجوه البيضاء الجميلة التي تتحدث بلغة سواء كانت دارجة أو إنجليزية أو فرنسية، ويعرف بأن ويحمل مطالب عادلة، هي ماشي ديال الجيل زاد، هي ديال جيلهم وديال جميع المغاربه والمغربيات. هذا حتى واحد ما كنختلفوا في هذه المساله. ولكن واش عندنا فرصه وعندنا مؤسسات تاريخيه في المغرب قويه يمكن ان نؤسس معها لثوره جديده؟ نعم، لدينا مؤسسه ملكيه لها شرعيات ثلاث: تاريخيه ودينيه ودستوريه، بغض النظر عن ما يقال عن صلاحياتها وامتدادات هذه الصلاحيات. ولكن هذه لحظة الوطن فيها دق الخزان من طرف جميع فئاته الشبابية. آن الأوان أن نصغي إليهم ونطلق جيلا جديدا من الإصلاحات العميقة التي تعيد التوازن وتحقق الاعتراف وتعيد للعمل السياسي جاذبيته الحقيقية. وآن الأوان لمسؤولين حزبيين أن يتقاعدوا. أنا لا أطالب بأن يكون هذا الانتقال عنيف. من تورط في اختلاسات وتوجد له ملفات عند الفرقة الوطنية أو المجلس الأعلى للحسابات وضع تقارير بخصوصه، يجب أن تستمر المسطرة القضائية ويجب أن تسرع كما تسرع ملفات أخرى. لكن السياسي الذي مارس البيروقراطية ووضع أفراد أسرته ومقربي في حزب، أنا شخصيا لا أطالب بأن أحاسبه وبأن أنقم عليه، لأن الأمر سينتج لي إصلاحا مشوها أو يمكن أن ينتج لي معارضة تعطل الإصلاح. أنا الأول لهؤلاء الناس أن يشاركوا في الإصلاح وأن يعلموا بأن مغرب الأمس يجب أن يضع بوز، ويجب أن يفتح الفرصة للشباب وأن يصبح الحزب بمثابة مجال للترقي، بحيث أن الشخص يقدر، أي شاب يثيق، أي شاب تثيق، أي تلميذ يثيق، أي طالب جامعي يثيق أنه ممكن ينخرط في حزب اليوم وغدا ممكن يولي رئيس مجلس بلدي، أو غدا ممكن يكون رئيس جهة، أو ممكن يكون رئيس غرفة، أو ممكن يكون في البرلمان أو في مجلس المستشارين، ولما لا وزير من الوزراء. انا ما المشكل ديجا عندنا حنا ديال الانتخاب، حنا ديجا عندنا مشكل ديال الناس ما تتصوتش في الانتخابات. يعني عندنا حنا ديجا الناس شباب هادو ربما اللي خارجين، اللي تنهضر على اللي عندهم اكثر من 18 عام، ربما ما عمرو صوت في انتخابات. يعني نسبه كبيره منهم ما عمرهم صوتوا في انتخابات. فاحنا ديجا عندنا عدم الثقه في، ماشي غير الشباب اللي عندهم عدم الثقه، راه انا اللي سولتيني نقول لك ما عنديش ثقه في الاحزاب. ربما 99% ما عندهمش ثقه ديال المغاربه ما عندهمش ثقه في الاحزاب. ما عندكش ثقه انك الا فوتيتي على واحد الحزب راه غيكون فعلا تغيير. عندنا عاوتاني المشكل ديال هذا هضرت فيه مع بعض السياسيين، هو ان واش المؤسسه الملكيه مثلا خاصها دير بعض يعني تقوي شويه مثلا العمل ديال الحكومه، ان الحكومه تكون يحس المواطن انه من تيصوت على حكومه، من تيصوت على واحد الحزب وداك الحزب تيشكل حكومه، انه هذاك الحزب يكون هو بحال تقول تتحاكموا تتحاسبوا. دار خدمه نقيه تتعاود تصوت عليه، ما دارش خدمه نقيه تتصوت على حزب اخر، وهكا غادا كما في الدول كثيره. دابا هاد الشباب هادو تيطالبوا مثلا باقاله الحكومه. هي الحكومه تم اقالتها، شنو غيتغير؟ انا ما تنظنش غتغير شي حاجه. ها هو المطلب هذا ممكن دابا يتطبق وغادي يجيو وزراء جداد وغيجي رئيس حكومه جديد، شنو غيتغير؟ لا شيء. يعني
الا ممكن عزيزي تقول لنا مثلا لو انت مثلا عطاوك يعني العصا سحريه قالوا لك انت ممكن انك تاثر في جميع هاد الشباب هادو، انهم يتبعوك في جميع القرارات اللي غدير. شنو هما القرارات العمليه اللي غدير باش فعلا يكون تغيير، او نمشيو في الطريق ديال التغيير بشويه بشويه اللي كاع المغاربه باغيين؟ شكرا سيدي هشام. ما انا من حقي، انا مغربي ولدي كامل الحق انني نطرح فكرتي ونطرح مشروع اللي كنهضر فيه مع راسي ومع اصدقائي. شوف سيدي هشام، هذا المشكل اللي بغيت تصنتوا لي الشباب، من غدا غنبداو بجمعيه وطنيه. سهله المساله. غادي نديروا اول حاجه، غنخرجوا نديروا ندوه صحفيه، لانه لا يعقل ان شي واحد كيناضل وتيقول انني كناضل على مطالب مشروعه ومخبي ما تنعرفوش. لا اسمع عليه، غادي نتحمل مسؤوليتي وغادي نخرج ندير ندوه صحفيه في الرباط، ولا غنقلبوا المعادله نديروها بني ملال، نديروها في خنيفره، نديروها في قلمين، نديروها في مراكش، نديروها في الحوز، نديروها في جبال الاطلس. غنديروا ندوه صحفيه وطنيه ونعلن عن تاسيس جمعيه وطنيه، جمعيه مدنيه، قانون اساسي وقانون داخلي نقدروا نديروه في 24 ساعه. مزيان. هذه الجمعيه غيكون الهدف ديالها هو اولا هو ان بعد تدخل المؤسسات ناخذوا الوصل بسرعه، عمل سيمانه. مزيان. غادي تفرز هذيك الجمعيات، غادي تناقش على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، غادي يعطيونا في نهايه المطاف غيعطيونا مجلس وطني. هذاك المجلس الوطني يعطينا مكتب. هذاك المكتب انذاك عندنا جوج الحلول: اما نفكروا في الاندماج ونختاروا حزبا نذهب اليه ونسهلوا علينا المسار ويقع اندماج مع حزب معين، شريطة أن قيادة هذا الحزب تسند إلى نخب جديدة. أو أننا ممكن أننا نديروا حزب سياسي جديد يرفضه هؤلاء الشباب، أوكي خليه جانبا. يمكن لهاد الشباب نديروا عملية بسيطة، غادي ندخلوا للأحزاب، ندخلوا لحزب معين، حزب معين ولا مجموعة أحزاب معينة، وبالآليات الديمقراطية من داخل هذه الأحزاب. شنو هي الآلية الديمقراطية؟ هي التصويت. راه تكون عندنا أغلبية عددية، وهكذا يمكن أنه يولي عندنا الكاتب المحلي والكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي، ونمشيو للمجلس الوطني. هؤلاء الشباب صارت لهم أداة تنظيمية، وإلا قدرتي تقنع المغاربة جميعا بأن يصوتوا عليك قضي الحكومة. يعني المسألة في نهاية المطاف بغينا ولا كرهنا سيدي هشام لا يمكنها أن تحل إلا من داخل المؤسسات. العمل اللي تيديروا الشباب او اللي كيبغي يسوق او اللي كيتوهم من الخارج انه قد يستعمل هؤلاء الشباب فيه، خاصه ملي كنقرا ديك المجموعه او ما سمي مذكره مطالب، هو يراهن على بقائهم في الشارع ليخلق اصطداما بينهم وبين الدوله، وليفرض على الدوله ان تستجيب لسقف مطالب لحد الان لا نعرف سقفه، بل انه فيه ما ينبه لاخطار. هذا رايي. انا حطيت هاد المطالب. الى ممكن يعني نشوفوا هاد المطالب هادو، وممكن تقول لي مثلا شنو يعني المشاكل اللي كاينه فيها، ولا شنو اللي ممكن ينتقدوه فيها، ولا شنو اللي ممكن نقولوا زوين. ثاني اقل من 20 ثانيه نختم الفكره الاولى. اذا البقاء في الشارع، هذا الاصطدام خصنا نفهموا واحد المساله: السياسه هي صراع موازين قوى، ما يمكنش تراهن فقط على الشارع، لان المراهنه على الشارع الدوله ايضا والمؤسسات التي تنتقدها الان لديها قوه تنظيميه وسياسيه وعسكريه وامنيه اكبر منك. اذا بمنطق السياسه انت تغامر بالبلد. اذا ما هو الحل؟ الحل هو المؤسسات، وعندك مؤسسه براغماتيه. انا اقول المؤسسه الملكيه هي مؤسسه براغماتيه يهمها استمراريتها، كما كان العرش البريطاني والاسباني الى حدود الان. تريد الاصلاح، يمكننا ان ندشن جيلا جديدا. البعض يحلم بانه سيحمل المرحله
أكثر مما تتحمله، وسيحقق من انطلاقا مما خرج من أجله الشباب أكثر مما حققه السابقون، أو أكثر مما يسمح به السقف والزمن السياسي والوضع الإقليمي والوضع الدولي. خصنا نفهموا بأننا فيما بعد جدار برلين، وما بعد جدار برلين ليس هو ما قبله. راه لن يكون لديك دعم من معسكر على حساب آخر. خاص يفهموا الشباب أن الغرب ما بقاش كيدعم الديمقراطية. الغرب ما بقاش كيدعم الديمقراطية. اللي كيتابع الكتابات التي تنشر في الغرب ما بقاش كيتابع الديمقراطية. إذا في نهاية المطاف غادي تتوهم وغادي تحمل مطالب كبيرة. وراه في سوريا هكذا بدأ الوضع، وكانوا كيبكيو على الطفل حمزة وكذا، بس سالت أن أبو محمد الجولاني الذي كان يجز الرؤوس اليوم على رأس الحكومة. نرجعوا لهذه المطالب السيدي هشام. هذه المطالب كتكون من ديباجة ومن مجموعة مطالب راه كاين عندي. طيب الديباجة فين كاين المخاطر؟ الديباجة فين كاين المخاطر؟ الديباجة كتكون من شقين حوالي جوج سطور تقريبا ونص، خصصت للكلام عن ما سمي مجلس العرش، وحوالي 3 سطور الى شخص الملك. باقي المطالب كاع كنتفقوا عليه وعندنا عليها تعليق. وكاين خطا خطير جدا اللي كتب هذه يمكن ما كيعرفش الدستور. كاين اللي ما كيعرفش هنا الدستور المغربي. انا غنقول لك الاخطاء فين كاينه. نذكروا مره اخرى، راه حنا مع المطالب غنكتبوها لكم هنا، ولكن سمحوا لنا نتفاعلوا معكم، لان انا ما عندي حزب سياسي، ما عندي برنامج. انا خصني الدور ديالي ونحافظ على المسافه النقديه ونخلي عقلي يقظ امام هذه السلطه الحشد والسلطه الصوره. شوف معايا سيدي نوستي كتبنا. انا غنحاول نجيب المذكره لان النظاظر ديالي ما غاديش نقدر نشوفها. هي المذكره عندي. اشنو قالوا؟ قال لك نحن شباب المغرب كذا كذا كذا. شوف اللعب. نحن شباب المغرب الحاملون لرسالة وطن الذين يتألمون من الواقع والإيمان بأن مجلس العرش سيظل وسيطا لأمن الوطن واستقرار شعبه وضمان كرامته. شنو المشكل؟ تتبان عادية ما فيهاش مشكل. لا ما عادياش. شوف مجلس العرش هو مجلس وصاية بمثابة مجلس وصاية، هو بمثابة مؤسسة وسيطة تمارس وصاية وتقوم بأدوار في جوج الحالات. مجلس العرش تيدير الأدوار ديالو إذا توفي الملك وكان ولي العهد قاصرا. الحمد لله في المغرب ما عندناش هذا المشكل. جلالة الملك الله يطول في عمره وفي صحيحته، ولي العهد أيضا حفظه الله أيضا راه كيقوم بأدوار، وجلالة الملك يسند له ويكلفه بأدوار تمثيل المغرب، تمثيل أحيانا القيام بأدوار تدشينية، بأدوار تمثيلها من المؤسسة العسكرية. إذن ولي العهد يقوم بأدواره، وأحيانا يكلفه صاحب الجلالة بمهام. إذن ما عندناش على مستوى المؤسسة الملكية عجز. البعض يريد لأن هذه الوثيقة الخطيرة هذه الوثيقة الخطيرة أو دس هذه العبارة، هذه الوثيقة غيقراها الخارج. دابا إلا جيت أنا كسوسيولوج مثلا ولا كباحث في العلوم السياسية مثلا، أنا مراسل ديال CNN مثلا، أنا مراسل ديال CNN، وجيت وقريت هذه الوثيقة، راه غيتخلق عندي إحساس كأن الملك عاجز عن القيام بأدواره. هذا هو الخطير في هذه العبارة. المسألة الثانية، مجلس الوصاية تؤسسته في المرحلة السلطة الاستعمارية حينما كان صاحب الجلالة محمد الخامس والمغفور له الحسن الثاني في المنفى، أسس للقيام بتصريف أعمال معينة، لكن بمجرد عودة الملك ألغي هذا المجلس. إذن هذا المجلس هذا ديال العرش هو بمثابة مؤسسة سنخلقها، والخطير فيها أنها مؤسسة غير دستورية. احنا عندنا المؤسسة الملكية، البرلمان، الحكومة، وعندنا السلطات الأخرى واضحة. إذا عندنا مؤسسات واضحة. إذا الحديث عن مجلس عرش، إذا كان هذا الأمر هذا قالوه الشباب ولا كتبوه. أنا قريت واحد الصحفي اليوم مؤسف الهضرة اللي قال
قال لك لا راه الدراري داروا بتشات جي بي تي. الا كنا حنا تشات جي بي تي هو اللي كيصيغ لنا المطالب وتشات جي بي تي اللي كيخرج لنا الشريع، فهذه مصيبه. هذه مصيبه الا كان هذا الشيء كامل محركوا تشات جي بي تي. وإلا كان يعني انت المطالب تظن ان اختيار ديال انهم يكتبوا مجلس العرش كان اختيار فيه ان لا، هذا عمل محترفين. هذا اسمح لي، هذا المساله هذه درسوها هنا. شوف الذي يدير غرفه العمليات ديال هذه اللعبه هذه، هذا مجلس العرش هذا هو الهدف. هذه النقطه بغاو ان هذا النقاش يتخلق. ثم خاطب شخص الملك فيما بعد. باقي المطالب هذيك فقط لكي تنسى وجود النمله وسط كعكه الحلوى الكبيره. انا بالنسبه لي هذه نقطه. اذا كانت دارت بشكل عفوي فهذه مصيبه اخرى. اذا حنا تنقولوا للشباب الواعي، الشباب المغربي الواعي الذي لا يخرب، الشباب المغربي الذي لا يقصر، هذا النوع من الشباب هو الذي نخاطبه ونقول له يجب أن تدرك بخطورة ما ينشر تحت يافطة الدكتاتورية العددية، وأننا نصوت بشكل حر، وحنا جيل ديال ما عندناش مع الهضره بزاف، صافي كنحطوا الحاجه وكنديروا نعم 58% قالت 42% قالت لا. هذا الكلام هذا خطير الاخوان وخطير بزاف. ولاحظنا شوف راه في النيبال، شوف السي نسيك الشر الوضع الان في النيبال اللي بغينا نستوعبوه غادي نرجعوا شويه للخلف. راه في 2008 نتاج هذا الصراع ووجود مجلس وصايه بالسلام بنهايه الملكيه في النيبال. واش مفهوم؟ اذا وجود هذه المؤسسه وجودها خطير. حنا ما عندناش اليوم عجز على مستوى المؤسسه الملكيه. حنا اللي تنطالبوا به هو ان ما يمنحه الدستور للمؤسسات، سواء البرلمان، سواء الحكومه، سواء القضاء، سواء الصحافه، مجلس الصحافه، سواء يجب ان يفعل. حنا ما عندناش مشكل في المؤسسات، حنا عندنا مشكل في التفعيل وفي التشغيل. هذا هو فين عندنا المشكل. اوكي خليني ندير واحد ديف حيت هذا حق. واش غادي نلغيو المؤسسات التي تعبر عن المشاركه التمثيليه وعلى المشاركه الشعبيه واللي كتعتبر مظهر من مظاهر الديمقراطيه؟ فهذا امر خطير الاخوان. هذا امر خطير. نقول انا نتفق معك في واحد الحاجه، لان مساله ديال ان ما يمكنش يكون تغيير غير بالاحتجاج، وتا الا كان شي تغيير كاع اسقاط نظام ولا شي حاجه، راه شفنا التجارب اللي كاينه ما تجيبش ديك المطالب اللي خرج من اجلها الواحد في الاول. يعني ما تتاديش داك الدور اللي مفترض انها تاديه من الديبار. واحد الحاجه دابا الناس تيسمعوا وسيرتو الشباب تيسمعوا الكلام ديالك وكلهم تيقولوا بان وانت بغيتينا ندوزو من طريق المؤسسات، من طريق هذه بغيتينا ندوزو من طريق المؤسسات. واسيدي راه ما كاين مؤسسات في المغرب، واش هذيك سميتها مؤسسات؟ وشكون غيخليك تخدم؟ وشكون غيخليك دير؟ وراه حتى حاجه ما تتبدل، وراه الناس اللي تما راه تيضربوها على راسهم، وراه الفساد معشش، وراه هاد الهضره هذه ما تشري خضره. يعني باش الشباب من تيسمعوا راه هادشي اللي هذه هي الرياكسيون ديالهم، ماشي تيقولوا وانا ما كنتش عارف بان خصني نخدم ندخلوا من المؤسسات ودابا عرفت، اذا بلا ما نخرج ندير احتجاجات غنمشي نحاول انني نخرط في احزاب وانني نستعمل كاع الطرق القانونيه باش ندير تغيير. كيفاش غترد مثلا، كيفاش غتقول للشاب تيفكر بحال هكا؟ لان الواقع تيبين بانه شويه عنده الحق. يعني ها هو كاع تقاتل ودار، في الاخر ما كاين والو، راه باقا الخدمه ما كايناش، باقي الصحه الناس تتموت، باقي كل شيء باقي مرون. كيفاش غادي انت تعطيه الامل؟ الا بغينا نقولوا تعطيه الامل، انت مازال عندك ديك العصا السحريه، فنقول كيفاش انت غتعطيه الامل ان راه الا دار هكا راه هذا هو احسن حل. هما امران احلاهما مروا، ولكن راه هو احسن حل هو انك تمشي في طريق المؤسسات عوض ما غير تخرج بشكل عشوائي وترونها في الشارع وصافي. كيفاش انت غادي تقنعوا بان راه الخروج ديالو في الشارع ماشي هو اللي غيعطي نتائج، ولكن العمل في المؤسسات والانخراط وهذا؟ سيدي هشام، كاينين جوج ديال المسارات في العالم المعاصر وفي هذا الوقت بالضبط اللي الصراع الجيوبوليتيكي بين القوى العظمى الصين امريكا البريكس في قمته والتجاذبات في قمتها
وكل واحد يدير مراكز النفوذ بطريقته، وما عندهمش مشكل انهم ممكن في اطار الفوضى الخلاقه نخربقوا واحد المنطقه معينه ونقدروا نتقاسموها بحال الان في ليبيا. الان ليبيا تعبير عن مراكز نفوذ عالميه تتصارع على ارض ليبيا وتمزقها ويستفيد الجميع. المغرب كنفهموا وضعنا وكنفهموا ايضا الاكراهات المحيطه بنا. عندنا جوج ديال الحالات: ان نقامر بالوطن، وهذا لا اعتقد ان هؤلاء الشباب باغينه، وراه قالوا ما بغيناش. انا كنهضر على الشباب الابيض الزوين هاز الايفون وخارج ومستيلي هو ما باغيش هادشي، هو مع الملكيه ومع الاصلاح. كاين عندنا مسار اخر ديال ان نقامر بالوطن، هو المسار ديال الاصلاح الحقيقي والعميق. الاصلاح الحقيقي والعميق ننطلق من الاعتراف. المؤسسات الحزبيه ضعيفه، نعم. المؤسسات التمثيل الشعبي اللي هي البرلمان ضعيف، ماشي ضعيف، ميت، نعم. لا حياة فيه، لا يعبر نهائيا وبشكل واضح عن القضايا الاستراتيجية. هو فقط يعبر عن تدبير يومي. وفي بعض الأحيان نسبق لي تفرجت أن رئيس الغرفة أعلن على أن عدد الذين صوتوا على قرار هو رقم معين، والرقم ما كاينش. إذا القرارات تمرر الناس كتقول نعم، عندنا نعترف بذلك. واش عندنا مشهد إعلامي صحيح وسليم؟ وهاد الشباب اللي غيناقشوا في ديسكوفر غادي يجيبهم ويحطهم في البلاطوات وفي لي بودكاست ويهضروا، وصدر السلطة يقبل ذلك؟ لا، ما عندناش هذا الإعلام. عندنا إعلام يعلي من قيمة الترفيه ومن قيمة التفاهة ويجعلها قيمة القيم، ويضعها ويضخها ويبثها في دعاية لا تنقطع عندنا. ولكن هذه المؤسسات واش هي تعبير؟ هي الضرورية حتى لو بغيتي دير دولة الحق والقانون؟ نعم. إذا فين كاين المشكل؟ كاين في مضمون ومحتوى وفاعلية وأداء هذه المؤسسات. طيب الآن عملية الإصلاح كيف يمكن إنجازها؟ يد هؤلاء الشباب يجب أن تمد، يجب بصدق للمؤسسة الملكية أن تقود ثورة الملك والشعب الثانية، وأن تشرف مع المؤسسات الاستراتيجية ضامنة الاستقرار على ذلك. ويجب أن نفرض وأن نغير، أول شيء أن نغير شروط الانتخابات. خاصنا شباب قارئين، ما بقاش يجي عندي واحد انا للبرلمان ويبقى يبغي يقول سؤال سيدي الوزير اننا ما خاصناش بحال هذا. اسمح لي، ما قاري، سير في حالك، ما سير في حالك، حنا نهضروا ببلاصتك. ما تقولش لي لان عندك الفلوس وعندك قبيله ولانك ذبحتي بقره ولانك من الاعيان غتجي للغرفه الثانيه تمثلنا. لا، ما تمثلناش. اذا يجب ان يصبح الذين في البرلمان هم السياسيون. خصنا ناس كدير السياسه، خلينا ندير الهضره ديال بغينا المفيد. خاصنا السياسه، يجب ان يعود النقاش السياسي الى الواجهه، ويجب ان يكون صراع حقيقي داخل البرلمان، والصراع نحتفي به وندبره بالآلية الديمقراطية، ماشي بالسب والمعيور. خاصو يكون عندنا في البرلمان. ولكن عزيزي خاص شاب مغربي يفتح التلفازة ويحس بأن مطالبه تناقش ويصارع عليها في البرلمان. أنا معك. هاد الشاب كيفاش نقنعوه سيدي هشام؟ كيفاش ممكن نقنعوه؟ خاصنا نقنعوه بأنه ما كاينش بديل. البديل هو ما يراه الآن، ما كاينش بديل. البديل هو العدمية. كون المؤسسات ليست كما هي، هذا لا يعني بأن ما عندكش الحق تدخل لها وتسترجعها. المؤسسات سرقت منك لأنك صدقتي الأسطورة ديال ما فيهاش وما منهاش وما خداماش. وشنو نقدروا نديروا ديمقراطية مباشرة بدون مؤسسات؟ ما نقدروش. إذا خاصنا نرجعوا لها. اوكي، كلام جميل. ولكن تنهضروا على الشباب. مثلا انا شاب مغربي، ماشي انا شارف مغربي، مي انا مثلا شاب مغربي. تنقول
وهاد الهضره كامله اللي قلتي زوينه، راه خاص الدوله تمد يديها، وخاص الناس يديروا خدمتهم، وخاص المؤسسات دير، وخاص دير وخاص دير وخاص. هادشي راه عشرات السنين وحنا تنسمعوا خاص الدوله دير خاص. آه علاش ما خرجش مثلا رئيس الحكومه، ولا خرجوا هادو دابا اللي هضروا الوزراء اللي هضروا، علاش ما خرجوش قبل ما نخرج انا للشارع ونعربط ونحيح ونهضر؟ علاش ما خرجوش من نفسهم؟ انا بالنسبه لي تعطيني هذا قناعه ان هاد الناس هادو ما عمرهم غيغيروا شي حاجه، لانهم مرتاحين في الستاتيو اللي هما فيه، ما عمرهم غيغيروا شي حاجه. اذا انا خصني ندير شي حاجه اللي قويه، اللي تبلبل الدنيا، اللي يهضروا عليها القنوات في العالم كامل، وفعلا هضروا عليها، اللي ديك الساعه غيقول لك القضيه دابا ترونات، خصنا نديروا شي حاجه. يعني انا كشاب تنحس براسي، يعني هاد الشباب هادو اللي جيل زاد تيحسوا براسهم بانهم بحال اللي داكشي اللي داروا تكونفيرما لهم ان بلا هاد الشيء هذا ما كان غيتغير والو. كره ما تنهضروش كاع، كره ما كاينش كاع نقاش، الا بقينا غير تنقولوا المؤسسات ونديروا. فكيفاش انت غادي تقول لهم بانه لا، راه واخا هضر الاعلام العالمي على هذا الشيء، واخا خرج رئيس الحكومه وهضر، واخا الوزراء خرجوا، واخا السياسيين خرجوا، راه ماشي هذه هي الطريقه الصحيحه. كيفاش تقنع واحد ان داك الشيء اللي تيشوف راه ماشي صحيح؟ راه كاينه طريقه احسن. سهله. الى سهله عطيها لنا يلا. انا نعطيها لك، وهذه رئيس الحكومه يمكن راه ما في راسوش. شوف، 2011 خرج الشباب للاحتجاج وخرجنا مزيان. جاء خطاب 9 مارس، هناك منا، انا من الناس الذين ماشي غير اعجب، افتتنت بذلك الخطاب واعتبرته مرحله جديده ودفعنا عليه مزيان. اعطى صلاحيات مهمه، وكانت هناك امور مهمه في دستور 2011، لان في الوقت اللي اللجنه المنوني كتستقبل والمعتصم كيستقبلوا المذكرات والاقتراحات، كان هناك رأي وسوس إلى الشباب وإلينا باش نبقاو في الشارع، ونبقاو نخرجوا كل حد وكل عشية مزيان. وبقى هذا الخروج على هذا النمط، ورفضوا الشباب 20 فبراير انهم يمشيو ويديو مذكره اصلاحيه، وانهم يحولوا ذاك الزخم الى آلية دستوريه لمواكبه ديال التنزيل ديال دستور 2011. عرفتي شنو وقع من بعد سيدي هشام؟ من بعد بدات الحكومات المتعاقبه بدءا من بالكيران تسحب ما قدمه دستور 2011، اخرها قانون الاضراب الذي يعتبر قانونا لتجريم الاضراب، ومررته الحكومه باغلبيه وبدون استشاره المؤسسات النقابيه والتمثيليه، بل كان ذلك الامر صوريا واملته وفرضته، لدرجه اننا بغيت تفكر في الاضراب ممكن تمشي للحبس. اذا لاحظ معي، عندك دستور من حيث صياغته ومن حيث شكله يبني لك دولة الحق والقانون، ولديك قوانين تنظيمية واكبت أخذت باليد اليسرى ما منحته اليد اليمنى. أين كان المشكلة؟ كانت المشكلة في أن مؤسسة الوساطة السياسية التي تحدث توازن بين ما تسعى إليه السلطة وما تذهب إليه السلطوية لم تكن، لأن هؤلاء الشباب ما بغوش يدخلوا وخلاو بالكيران فاوض وفرط في صلاحيته، وبدا واحد الوقت تيخرج وتيكذب علينا وتيقول لنا راه جلاله الملك اللي كيحكم. حط السويرت، قدم استقالتك، اتفقنا؟ وبدات الاخفاقات. اذا خاصنا هذا نقطه. من حيث الارقام الحكومه السابقه شنو كان عندها في الحوار الاجتماعي؟ ماذا قدمت للحركه النقابيه مثلا؟ العيان ضرب تاعي عطاهم واحد 200 درهم، اخنوش عطى 18 مليار درهم. واش كنا متفقين معاه؟ لا، راه عطى 18 مليار درهم، ولكنه رفعت اسعار الى اثمنه خيريه، وما كانت سياسات اجتماعيه للاسف قويه في هذا الجانب اللي خفف الوطأ على المواطن.
تضررت القدره الشرائيه ديال اغلب المغاربه. من الادخار ما كاينش. مزيان هذا الشيء. اذا اشنو غنقولوا لهاد الشباب؟ غنقولوا ليه ما خاصناش نعاودوا نرتكبوا نفس الخطا. الان لدينا فرصه لكي نمارس او لكي نؤسس الى مرحله اخرى، الى مرحله جديده، مرحله تطلق فيها اصلاحات عميقه، لكن ليس بهذه الوجوه. اسمح لي اخي هشام، هناك وجوه في الحكومه، اسمح لي نجلس معاه في حوار، نعذبوا في النقاش، لا يوجد ما يقول. اعطيني مثلا الرئيس قال لك وحققنا انجاز كبير، ما عرفت شنو كان دار تحفيظ القفطان ولا ما عرفت الشي بلغا ولا ما عرفت شنو. اسمح لي خاصنا نجيبوا ناس سياسيين، ناس تيديروا السياسه، ماشي ناس للاسف من شكلهم، من سحنتهم، من كلماتهم، من خطابهم لا يؤدون، لا يمثلون اي شيء. وللاسف ساهموا في انه جميع مؤسسات الوساطه تضرب، ونحن اليوم في مرحله اللي هي دقيقه، وممكن في اطار هندسه الراي العام ان هذا الشارع هذا ما تعرفوا فين يمشي ليه. اوكي، احنا عزيزي تنعرفوا ان يعني المؤسسه الملكيه في المغرب عندها قوه، عندها تقدر دير بزاف ديال الحوايج. حنا دابا طلبنا هضرنا على كيفاش الشباب خصو يتعامل. شنو دابا من جهه الدوله، دابا شنو الحاجات العمليه اللي خصهم يداروا؟ انا ديجا تنستغرب علاش مازال الدوله تتعامل مع الشباب بواحد التعامل قديم. يعني مازال حتى اللغه ديال التواصل لغه قديمه ديال التواصل، ما كاينش، ما تتهضرش اللغه ديال الشباب. الدوله ما تتهضرش اللغه ديال الشباب، ما تتواصلش معهم بطريقه عصريه، طريقه اللي يفهموها وتفهمهم. ديما كاين واحد الهاله، واحد اللغه صعيبه، واحد التعقيد في الكومونيكاسيون، بحال تيحس الشاب ان ما عندوش واحد الكونيكسيون مع الدوله. ما كايناش، بحال اللي الدوله كاينه في واحد البلاصه الفوق في شي بلاصه، وهو في واحد البلاصه اخرى، وشي تيشرق شي تيغرب. شنو هي الخطوات العمليه، شي حاجه كونكري اللي تقدر دير الدوله دابا؟ يعني ماشي غدا، دابا. شنو دير دابا الدوله باش نكونوا احسن باش هكا نلخصوها؟ على الامد القريب هناك ما يمكن ان تعمله الحكومه، وهناك ما يدخل في اطار صلاحيات جلاله الملك. ما يدخل في صلاحيه جلاله الملك مثل العفو العام مثلا. يمكن ان نفكر في العفو على المعتقلين على خلفيه حركات اجتماعيه معروفه، يجب العفو عنهم، خاصه الذين انجزوا مراجعات وظهرت مراجعتهم في الخطابات التي قالوا بها. مثلا ناصر الزفزافي في حضوره ألقى خطابا، الرجل واضح بأنه قام بمراجعات معينة وصار يتحدث لغة الوحدة الوطنية ولغة الوطن. يجب أن نفكر في إطلاق سراحهم، هذا انفراج سياسي ضروري. هذه نقطة. على المستوى الإعلام يجب أن نعيد المشهد الإعلامي حيويته. المشهد الإعلامي يجب أن يعبر عن القضايا الحقيقية، وخاص الصدر ديال السلطة ما يضيقش. راه النقد ما تيخلقش مشاكل، راه اللي تيخلق مشاكل هو الكبت. من الناس كنمنعوهم من الكلام علنا غيهضروا لنا ببلايص اخرى، يستغلوهم ناس اخرين في بلايص اخرى ويخدموا بهم في ناس بلايص اخرى. نجيبوا الناس للاعلام ونخليهم يتشاحطوا، يحطوا الاسلحه جانبا، الحجاره جانبا، ونناقشوا بالحجاج. خاص يولي عندنا اعلام حي. هناك نوع من الاعلام الذي يعلي من قيمه ما غنسميهاش التفاهه، ولكن غنسميها الترفيه الزائد عن اللزوم، ويملأ مشهدنا الإعلامي بحياة الناس الخاصة، بالعاهات، بالقصص التي نعرفها ولا نحتاج إليها، لأنها لا تهمنا جميعا، تهم أصحابها. هذا خصو يرجع اللور ويحشم ويقدر يدير إصلاح ولا يحيد في حالته. هذا خصو يدار. هذا الإمكان أننا نديروه حاليا. على مستوى آخر مثلا، على مستوى الحكومة مثلا، يجب على الحكومة أن تستعد للمغادرة. ولكن مغادرة الحكومة، اسمح لي، إقالة الحكومة أنا لا أتفق معه. يجب إقالة الحكومة بالآليات الديمقراطية، والآليات الديمقراطية التصويت. وإلا غدا تاني نديروا حكومة شهر ويجي واحد اخر يقول لك راه نسقطوا هذه الحكومه هذه، راه نسقطوا هذه في الشارع. لا، هذه الحكومه يجب ان يتحمل
من صوت عليها أيضا المسؤولية، ووزراء يتحملون المسؤولية. آلية إسقاط الحكومة الوحيدة هي الدستور، والدستور حاليا وفي الوضع الحالي ونحن على مشارف الانتخابات يجب إسقاطها بالانتخابات، أو يجب الذهاب إلى انتخابات قبل أوانها. ولكن أن نقول إقالة الحكومة، راه غتبقى عندنا نفس النصوص التنظيميه، وغادي نعاودوا نجيبوا، راه قلتي يا سيدي هشام، غادي نعاودوا نحطوا القطار في نفس السكه. حنا ما عندناش مشكل في القطار، حنا عندنا مشكل في السكه في المحطوط. اذا اللي خاصها تغير هي السكه، يعني السكه. القوانين الانتخابيه اللي وصلت لنا امثال هؤلاء ووجوه من هؤلاء ما خاصهاش تبقى، خصنا وجوه جديده. هذه نقطه يمكن ايضا القيام بها. على مستوى الاستثمار سيدي هشام، يجب أن تكون الصفقات العمومية مفتوحة في وجوه الشباب. أسمح لي، ما يبقاش واحد هو وعائلته دوز لي ندوز لك. يمكن شاب شد الإجازة في العلوم عنده مشروع يتقدم، خصو ياخذ الصفقة. خصنا نديروا آليات ديال المراقبة، خصنا نفعلوا الآليات المؤسسات الدستورية نفعلوها، وخاص كل مسؤول يثيق بأنه إذا فعل المساطير لن تتم إقالته أو إعفاؤه غدا. على مستوى التعليم، وهذا واش نطلقوا مشروع وطني اللي يقدر يطرح سؤال: اي مواطن نريد في السنوات القادمه؟ على المستوى الحالي التعليم ديالنا قائم على الهجانه، بغينا الاصاله والمعاصره تعطيها لنا المدرسه. لا، الاصاله والمعاصره كاينه على مستوى الثقافه، على مستوى المجتمع، على مستوى الحياه اليوميه. دير الاصاله والمعاصره، لبس البلغاء، دير الطربوس، صلي، سير للجامع، سير المدرسه العتيقه، فهمتيني، سير قرا القران. ولكن المدرسه هي فضاء مدني، خاص المدرسه تنتج مواطنين يتعلمون منها المستقبل. المغرب عنده اكراهات، المغرب ماشي دوله صناعيه كبيره يمكن انه يستوعب جميع الخريجين، ولكن المغرب انا عندي فكره كنسميها المشروع الوطني لمهن المستقبل. هذا مشروع وطني يمكن يكون بمبادره ملكيه، ويكون باشراف ملكي، ويشرفوا عليه كفاءات وطنيه وسياسيين وايضا شباب. وهذا الهدف ديالو هو اننا نوجهوا الشباب ماشي غير للعمل داخل المغرب، وانما لممارسه مهن المستقبل خارج المغرب. راه اليوم ممكن يتحول كل شيء لفريلانس، وهذيك فريلانس نظرا للصعوبات اللي عندنا وفي اطار تثمين راس المال البشري نقدروا اننا نوليو ان دوك الشباب اللي غيخدموا اونلاين عن طريق وكالات تحدثها الدوله وتحضر مشاريع العمل من الصين، من كوريا، من اوروبا، من امريكا، يوليو انهم يتخلصوا عن طريقها ويتقطع عليهم لا سينيسيس، وايضا ويكون عندهم التامين الاجباري على المرض. وهكذا يمكن لهاد الشباب يتعلموا مهن المستقبل، مهن الذكاء الاصطناعي. وهاد مهن الذكاء الاصطناعي راه كتحتاج للابداع، كتحتاج للشعر، كتحتاج للخيال، لان الابداع هو ماشي مساله تقنيه، الابداع هو مساله مركبه تقتضي ان يتعلم المواطن النقد. وهكا غادي نلقاو روسنا بعد جيل او جيلين امام مواطنين، وغنغيروا الثقافه السياسيه اوتوماتيكمون الى غيرنا المدرسه، وغنغيروا الثقافه ونغيروا الذهنيات. اما الاصلاح الحقيقي راه ماشي هو اللي غنختزلوه الان في اقاله حكومه، في تغيير وجوه. لا، الاصلاح الحقيقي يجب ان يكون ثوره ثقافيه واجتماعيه تبداها ونخوضها من المدرسه والاعلام، ويجب ان تشرف عليها المؤسسات، لان المواطن بالضروره هو ابن المؤسسات. المواطن هو ابن المؤسسات. هادشي اللي قلتي عزيزي راه خاصو بزاف، خاصو اراده حقيقيه ديال الناس اللي يقدروا يغيروا. خاص شباب اللي ما يبقاش حاس بان الحبس، الا دخل الحبس ما عنده ما يخسر، الا دخل الحبس بحال حياته، بحال في الحبس بنادم اللي ما عندوش واعي. ما كاين بزاف ديال الخدمه خاصها دير، والمشكل معقد بزاف. بغيت نقول للناس اللي تيتفرجوا فينا، الا عندكم اسئله ممكن تطرحوها دابا، غنخصوا واحد شويه الوقت للاسئله. انا الا بان لي شي سؤال زوين غنحطو ونهضروا فيه. الا ممكن عزيزي على ما يبانوا الاسئله ونجاوبوا عليه. الا قبل ما يبانوا الاسئله يكونوا اسئله اكيد. بغيتك غير يعني تهضر، واخا محالش واش غيسمعوك هاد الشباب هادوك الشباب اللي ماشي غير في هاد الاحتجاجات تيهرسوا، ولكن حتى في
يقدر يكون خارجها من التيران الترا ويهرس ويخرب داك الشباب اللي حاقد على الوضعيه، ما تيهموش البلاد، ما عندوش اصلا شي تيحسش براسو انه كونيكتي مع البلاد ما عطاتنا والو، الا تريبات البلاد ماشي سوقو. شنو هي الرساله اللي تقدر توجه ليه، اللي تقدر ربما تحرك فيه شي حاجه؟ رسالتي للشباب الذي يشعر بالإحباط، أول شيء غادي ديرو هو أنه ما شوف، مادام عندك تليفون كيف ما تتشوف فيه على القادوس وكتشوف مناعمة مع احترامي ليهم، وكيف ما في تليفونك كتقدر تشوف الفقيه، وكيف ما في تليفونك كتسمع الواي واي، ممكن في تليفونك واخا ما عمرك دخلتي للمدرسه ولا شوف شنو الظروف اللي وصلتك، مع احترامي لك اخي واختي الكريمه، ممكن انك تحول الاداه التعليميه راقيه، ممكن تقرا فيه وغادي تستوعب انه قد ما قرينا قد ما تثقفنا قد ما مستوى الوعي ديالنا كيتزاد، وقد ما مستوى الامل ايضا في الحياه كيتزاد. الإحباط هو نتيجة شروط موضوعية أنا لا أنفيها، وأنا ابن المغرب، وأنا أيضا ولد الشعب، وأنا أيضا عانيت، وأنا أيضا تكرفست، وأنا أيضا دفعت الكروسة، وأنا أيضا بعت الكارو، وأنا أيضا درت جميع المهن اللي كتخيلها، وقشرت الحوت، وما كاينش شي مهنة في السوق إلا ودرتها. ولكن التعليم والقراءة والمطالعة خلاتني نفهم ونستوعب بأن النضال أو الديمقراطية هي ليست لا تخرج من فانوس سندباد. ما غنجيبوش اسيدي واحد المصباح ونديروا ليه بحال هكا وغيخرج واحد العفريت ونقولوا ليه شبيك ويقول لنا شبيك لبيك مغرب جديد بين يديك. الاوطان تصنع، دولة الحق والقانون تصنع، ولكن تصنع في زمن ثقافي ليس بالسريع بل طويل الامد، وكيحتاج نفس، وكيحتاج ايضا اراده سياسيه من طرف من يملكون زمام الامور، لانهم كيفهموا بانه لا يوجد امان الا بصناعه جبهه داخليه قويه. الجبهه الداخليه القويه تقتضي ان يشعر المواطنون بان سلطتهم ملكيتهم تدافع عنهم تخدمهم، ولكن ايضا شعب يعتبر انه هناك اكراهات ويجب تجاوزها، وأنه في كل أزمة سياسية تكون الفرص كبيرة للإصلاح السياسي الحقيقي. إذن رسالتي لهاد الناس هادو هو أنهم يفهموا بأن منطق السياسة مختلف على منطق الرغبات. أنا لا أقول لك سير تنعس، أنا لا أقول لك الحكومة زوينة، أنا لا أقول لك أن الدولة لم تفعل ولا تتحمل المسؤولية في الوضع الحالي، ولكنني في نفس الوقت أقول لك حينما ألقي عيني وأقرأ التقارير التي أرسلها لي مثلا الصديق بن سعود اليوم بالإنجليزية على الوضع في كينيا ودول أخرى، حينما أطلع على الوضع وأراقب الوضع اللي راقبته في سوريا وراقبته أيضا في مصر وفي العراق وفي الشام، أستطيع أن أجزم بأن أي مغامرة غير محسوبة يمكن للقوى الخارج أن تقوم بتمزيقك وبتشتيت وحدتك، لأنهم لن يسمحوا لك ببناء ديمقراطية يمكنها غدا أن تكون معارضة لمصالحهم. هذا الإقرار بأن الإصلاح يجب أن يراعي الظروف الدولية والإقليمية لا يعني أن نركن ونسكت، ولكن يعني أن نعمل جميعا وأن نحفز ذكاءنا الجماعي. وأتمنى أن تكون هذه الفرصة التي دق فيها الشباب أبواب السلطة والسلطوية أن تكون فرصة كما حدث في اليابان، حينما ألقيت القنابل النووية على اليابان لم تبكي، رممت نفسها، وأبدع الإمبراطور والحكومة والدولة أبدعوا لحظة تاريخية أوصلتهم إلى ما هو عليه. أنا أيضا أتمنى أن تقود المؤسسة الملكية وأن يقود عقلاء الدولة الذين يجب أن يعود لهم وأن نسمع لهم وأن يصغى لهم وأن نستعيد نخبنا من الإحباط واليأس عن طريق إدخالهم للمؤسسات، وأن نكف عن التشهير بهم وعن نعتهم بالمعارضين ومحركي الاحتجاجات. هؤلاء يجب أن يكونوا داخل البلد
وداخل المؤسسات، ويجب أن خاصة الذين يبدون ويحترمون بأن هناك سقف لا يمكن للمغاربة أن يتجاوزوه. وهذا السقف أقوله لكم بصراحة، وهناك من سيكتب عني عياش وكذا، هذا السقف هو الملكية. لا مفر حينما أتأمل التركيبة السوسيولوجية والتاريخية للمغرب ولسيكولوجية المغاربة، الملكية ضامن، لا يجب نهائيا أن يكون لنا الهوى خارج هذا السقف. وأعتقد اوكي بأن عزيزي. أثبتت بأنها يمكنها أن تبني الديمقراطيات، وفي المغرب هذا الأمر ممكن. يكفي أن نفعل المؤسسات وأن نكف عن معالجة السرطانات بالدوليبران. آن الأوان أن اوكي عزيزي، تفضل. نحاولوا كاين اسئله كثيره، فإلا ممكن تجاوب اجوبه مختصره باش نحاولوا نطرحوا اكبر قدر ديال الاسئله. داكشي الشنطن فوالا. اوكي. قلتي ان الزفزافي دار مراجعات. السؤال هو علاش قلتي ان دار مراجعات؟ بحال اللي زعما راه ما دارش مراجعات. قلتها لأنه أنا الرجل تابعته أثناء الحراك، كان مناضلا راديك، احيانا ايضا كان مثل بعض بحال شوف، مع كامل شوف دابا عرفتي دابا غيهجم عندنا الريف كامل، ولكن شوف انا اقول ما انا مقتنع به. انا شوف انا لست مثل اولئك الاعلاميين اللي كيتحرج لا راه الناس غيهجموا علينا ويسينياليونا، غير سينياليونا ماشي مشكل. شوف السقف ديال الرجل في الحراك ديال الريف مع عداله المطالب ومع احترامنا لما انجز، وايضا مع تضامننا مع 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 مع, مع ما تعرض له من تعسف ومن تصوير ولكن الرجل كان احيانا يقول مثل ما يقول هؤلاء: اما بغينا نتلاقى حتى واحد. كان يحلم ان ياتي الملك ويجلس معه. ما الامور في واحد الوضع كانت بحال هكا في واحد المرحله. الرجل مؤخرا لم يعد فهم ان للسياسه وللزمن السياسي منطقه، وآن الأوان. الوطن غفور رحيم، وآن الأوان لكي يكون جزءا من هذا الإصلاح ومن هذا التغيير. لا يجب أن يكون خارجا. هذه قناعتي. اوكي. كيفاش نديروا هذا النقاش السياسي الصريح اللي هضرتي عليه والصحافه كتمشي للحبس؟ أنا لا أنكر بأن هناك صحفيين مشوا للحبس، هناك صحفيين يتم اعتقالهم، وهناك صحفيين أحيانا لكن اللي خاصنا نديروه هو أننا نطالبوا في هذا الإصلاح، نطالبوا بتفعيل دور المؤسسات وبتفعيل مطلب العدالة. لا يجب استغلال النفوذ. الدستور واضح، الدستور فيه فصول تمنع استغلال النفوذ، تمنع أن تستعمل المؤسسات للتضييق عن الحرية. إذا ثبت بأن هناك من قام بجرائم لها علاقة أو جنايات فهذا أمر آخر، لكن حرية التعبير لا يجب أن نقننها إذا لم تكن تمس بالأعراض وبالتشهير، إذا كانت مرتبطة بالنقد للسياسات العمومية، وإذا كانت أحيانا تعارض وجهة نظر الحكومية يجب أن نسمح بوجودها داخل الفضاء العام. من غيولي الصدر ديال المغرب والنقاش العمومي ديال المغرب والإعلام ديال المغرب تيحتضن جميع الآراء، آنذاك سنكون أمام تغيير حقيقي، باش ما نعطيوش الفرصة للناس آخرين أنهم يبقاو يعمقوا الإحباط. احنا محتاجين لهذا الانفراج. تفضل. سؤال شويه بيزاق مي فهمت شنو بغا يقول. قال لك حنا الفساد كاين في الجينات ديالنا، كيفاش نقدروا نثيقوا في الشخص مسؤول الحكومه انه غادي يدير التغيير؟ انا ربما غير باش نزيد على هذه، راه المغاربه تتلقى شحال من واحد يعني ناس عاديين كلشي باغي بروفيتي في السيستيم، ها اللي باغي يدير هذه، ها اللي باغي يستافد من شي حاجه بشي طريقه فاسده، ها اللي يعني كلنا بحال اللي فينا ذاك الفساد، وبحال اللي تنتسناو الاخرين ما يكونوش فاسدين. سيدي ويزدوم بالعكس، سؤاله السيدي هشام سؤاله مهم. سيدي ويزدوم تيقول اللي بغى، شوف هو عبر عليها بهذه اللغه، نعبروا عليها باللغه السياسيه. هو يقول بان الفساد هو جزء من منظومه او ذهنيه عامه. شوف الفساد نحد به بجوج اليات.
الآلية الأولى وهي الآلية ديال تفعيل مؤسسة الرقابة الدستورية، هذا واحد. الآلية الثانية هو أن نشتغل على العقل الثقافي المغربي. ثالثا، لا يجب أن نضع موظف في قطاع يتقاضى أجرة لا يمكنها أن تحقق مستوى عيش كريم، وأنا ذاك نحاسب الناس. للأسف ثالثا هذه المسألة مهمة. أما ما يتعلق بالاختلاسات اللي عندها علاقة بالتدبير، لا اسمح لي، هادو من ثبت يجب أن يحاسب، للأسف يجب أن يحاسب. شوفنا في سؤال آخر سيدي هشام. وهي كاينه بزاف الاسئله تتشابه، ونعاود يعني نحيدوا هذا السؤال من نطرحوا انا بطريقه شفويه. كاين بزاف ديال الانتقاد ديال الدور ديال المؤسسه الملكيه، انه ما كانش بحال اللي تقول بحال اللي كلشي تيتسنى واحد التفاعل، واحد شي حاجه، ولكن ما جاتش. يعني واش تشوفها بطريقه ايجابيه ان فعلا راه الحكومه اللي خاص دير خدمتها ماشي المؤسسه الملكيه، ولا شنو بالضبط؟ سيدي هشام، جلاله الملك لحد الان يحترم الدستور، يرسل رساله للمغاربه. جلاله الملك يرسل رساله للمغاربه: لا يجب ان نفرط في الدستور. للاسف اصوات تقول له يجب ان تتجاوز الدستور، ويجب ان نلغي دور المؤسسات. أعتقد أن رسالة الملك إيجابية، وأنا لا أريده أن يتدخل، لأننا لسنا في وضع ديال 20 فبراير. 20 فبراير الوضع مختلف. اليوم هذه لعبة إقليمية جديدة، الهدف منها هندسة الرأي العام، تلاقت مع مطالب مشروعة. تدبيرها يجب أن يكون بإصلاح عميق تشرف عليه المؤسسة الملكية، ولكن في ظل اختصاصاتها وادوارها. هذا اللي تيقول لك بغينا الملك، هذا الشخص تيبغي يقول لنا بغينا الملك نهضروا معاه. لا اسمح لي، مش الملك مسالي لك، ماشي اسمح لي. وانتم دابا كتطالبوا بدوله الحق والقانون، كتقول لي بغيت الملك يهضر معايا، بغينا الملك يتدخل. لا، الان يجب ان احنا هذه فرصه لكي شوف المؤسسه الملكيه تمنحنا فرصه. اسمعني اخويا هشام، غنعاود هذه لان بحال جات هذا الشيء علاش قلت لك ما خلينا تلقائيين هكا باش يكون الامور صادقه. نعم. اخوان، قراءة الوضع المؤسسة الملكية تمنحنا فرصة تاريخية لتكوين وتأطير أنفسنا على العمل الديمقراطي. الحكومة ما عجبتكمش، قهرتكم، مزيان، عندكم فرصة أن تنظموا أنفسكم. كيفاش؟ فكروا، ولكن اللي تجاوز الحدود وهي المس بالأمن العام، راه كاينه المؤسسة الأمنية دير شغلها، ولكن نظموا راسكم، استغلوا، فعلوا الدستور. الانتخابات أمامكم، تحركوا، ترباو على الديمقراطية. احنا غير في الوقت اللي كنعياو كنطالبوا مرة أخرى بالعودة للملكية التنفيذية، والملك تيقول لكم ما بغيتش انني نتجاوز صلاحياتي الدستوريه. ما عرفتش علاش كطالبوا يرجع ويلغي الحكومه وكذا، ما عرفتش. ما كنتش على اخ النوش، ولكن انا هو الراي ديالي صراحه في هذا الامر. انا هذا رايي. اوكي. علاش هذه التايات سمعتها بزاف؟ علاش الدول الغربيه من تتنوض شي مظاهره عمرهم اتهموا شي جهه خارجيه، قالوا باش تجي يالك انت باغي الصحه والتعليم تحيد الفساد، تيعطيوك اتهامات خطيره باش يغرقوك؟ علاش هادشي؟ يعني ديما راه هادو راه مولهم راه الجزائر دخلات، راه علاش زعما ما يكونش غير مظاهرات؟ راه بغاو حقوق عادله، يعني مطالب عادله، علاش خاصنا ضروري ندخلوا لهم ان كاينه شي جهات خارجيه تتحركهم؟ سيدي سفيان، شوف الاخ الكريم، انا راه في مقتبل العمر ديالك 34 عام 35 36 ما عرفتش عمري بالضبط. شوف، سؤالك مهم سيدي سفيان، فين تتبان الاهميه ديالو؟ فعلا عندنا واحد المجموعه ديال الناس محزمه بهم الدوله، للاسف ناس مستوى التحليل ديالهم بقاو تيبغيو يخفيو الحقيقه الى درجه لم يعودوا يقولوا شيئا. وهاد الناس في الكثير من الأحيان كل من أراد أن يتكلم يتهمون واحد الاتهامات. هذا الشيء كاين، لكن واش هذه الاحتجاجات
على المستوى الرقمي لا تغذيها ولا تعززها على مستوى التعاليق، على مستوى التحريض، ايادي خارجيه. نعم، اذا غادي نشرح لك ببساطه سيدي سفيان. الوضع عندنا قابل للاستعمال والمطالب مشروعه، ولكن القابل للاستعمال موجود. نعطيك مثلا نهار تشكلت ديك الكلمه ديال الدولعه والالف والشين، واش ما كطيحش هذا البت ولا شحال؟ غنقولها. لا ما صراحة ما مسوقش. اذا داعش، نهار ظهرت داعش، راه داعش هي الصناعه، انا لا انفي ذلك، هي الصناعه والتقارير خارجه وكاينه، ولكن الارضيه والنصوص التي تستعمل لتوظيفهم كاينه عندنا ما كايناش؟ نعم، عندنا النصوص كاينه في الاسلام، كاينه في الدين، كاينه. اذا انت احنا عندنا واش كاين؟ عندنا الفقر، كاين عندنا البطاله، عندنا تعليم، عندنا صحه، عندنا، ولكن التوظيف ايضا يتدخل على الخط. حينما يكون، شوف، الطبيعه تخشى الفراغ، هذه مقوله الارسطو قديمه، السياسه تخشى الفراغ. لذلك للاسف هذا النوع اللي محزنا به السلطه انا الاوان تستغني عليه. السلطه محتاجه ناس اللي كيناقشوا بموضوعيه. غنقول لك انت ما يقلقك. انا كنت نشوف المثقف، لان الشعار ديالي انا حتى في البودكاست المخبر الثقافي شعاري هو النقد والطاعه. هذا شعار كان في القرن 18. اطيع النظام العام ولكنني افكر بلا حدود، ودوري ان لا اعجب الحشود، وايضا ان لا اثير الدوله. دوري هو ان ابني موقفا نقديا منهما معا. هذا هو الامر. اذا سيدي سفيان، كاينه هذه المساله، ولكن ويجب ان تكون ضمن الاجراءات لاصلاح المشهد الاعلامي. ولكن اخي سفيان، حنا ما نبقاوش ثاني غير اللي بغى يهضر يخرج الزنقه من داخل المؤسسات. ولكن من بعد واحد العام ولا عامين الى الدوله ما التزماتش، اسمح لي اذا اخلت الدوله بتعاقداتها انا ذاك لا تترك خيرا للناس. اوكي عزيزي، الى ما استقلاتش الحكومه شنو خاص الشعب يدير؟ والشعب، شوف، الحكومه الا ما استقلاتش انا كنظن بان ما خاص، شوف، ما خاصهاش تستقل، خاصها تحمل مسؤوليتها. شوف، هي جزء من الازمه، خليها. حنا خاصنا نربحوا الوقت انكم تنظموا نفوسكم وننظموا نفوسنا. نوض شمر لي على الايادي وارا نفكروا في بديل. انا راه عندي اخي هشام واحد الصديق توسط غيهضر مع دوك الاخوان ديال ديسكوفر، ولكن قالوا ليه واش يقدر يجي وما ياتاكيناش. لا، انا غنقول رايي، الا كانوا فعلا هاد لي زادمين تيقدروا يناقشوا بحريه، بغينا نناقشوا معاهم ونحطوا معاهم الاعتراضات، وانا مستعد نحاورهم سواء عندهم في البودكاست المخبر الثقافي في تيك توك، مستعدين نناقشوهم. اذا اخويا انا كنظن ان الشعب يجب ان ينظم نفسه، والا كما قال سيدي هشام غتبقى تتكرر لنا ديما هذه المشكله. نتسناو حنا شي حل يقوم به ياتينا من مكان اخر. عندنا دستور نفعلوه، وعندنا عندنا ما يضمن ذلك، وعندنا مؤسسات يجب استعادتها. المؤسسات اللي كاينه دابا ماشي ديال بيتاس، ماشي ديال السعدي، هذاك الوزير اللي قال لك ديال حفظ لنا القفطان وما شنو، هي ماشي ديال بن كيران، هي ماشي ديال وهبي، وهذه مؤسسات ديال الشعب المغربي وخصو يرجع ليها. ما يبقاش ناشر رجليه في القهاوي وتيقول لك ما كاين والو. اسمح لي، هذا كلام غير صحيح. جمع رجليك من القهوه ونتعلم كيف يمكنك ان تخلق جمعيه مدنيه، ماشي جمعيه ديال تفرق لنا التمر، لا، جمعيه ديال التفكير، ديال النقاش، ديال فكر في خلق مبادرات تستعيد بها حقك السياسي من داخل المؤسسات. اوكي عزيزي، نختموا بهذا السؤال هذا سؤال صغير ولكن الهضره عليه كثيره. واش الملكيه البرلمانيه هي الحل؟ ثاني دابا غنقلق واحد العرام ديال صحابي ثاني. شوف، رايي كالزاهد مصطفى، انا شخص مسؤول على ارائي. الملكيه البرلمانيه لا توجد شروطها الان. الملكيه البرلمانيه لا توجد شروطها. غتقول لي في اسبانيا داروا الملكيه البرلمانيه ثم نضج وعي الشعب وممارسته الديمقراطيه لاحقا. المطلوب هو ان تساعد الملكيه في ان نصل الى هذا الامر بعد ان ما يبقاش عندنا الاميه.
ومني ما يبقاش شي واحد كيصوت ب 200 درهم، ومني غيولي عندي مثلا هذا الاخ اللي طرح السؤال سيدي ياسير، يولي سيدي ياسير واخا يترشح باه في الانتخابات ما يصوتش عليه لانه ما مامنش بمشروع باه، مامن بمشروع اخر. في الوقت اللي غنوليو ما كتقدرش جماعات دينيه ولا احزاب باسم الدين انها تقدر تثير مشاعرنا وانها تخلينا اننا نمشي ونصوتوا عليها لانها تقول لنا الاسلام هو الحل، بينما راه الحل عندك انت هو تخدم. لان الاسلام الا كنتي مسلم ولا صليتي ولا عبدتي الله ان هذاك عندك علاقه معك وبين الله، مني تموت سير للجنه. ولكن الدوله ماشي وظيفتها ترسلك للجنه، وظيفه الدوله ماشي هي ترسلك للجنه، وظيفه الدوله ماشي هي تخليك تنجح في الاخره، وظيفه الدوله هي تضمن لك الشغل والسكن والتعليم. اذا مني نضج وعي الشعب، ومني نضمنوا تعليم مدني حقيقي، ومني نحسموا المساله الثقافيه ونفهموا بان المغرب هو بلد يجب ان يتجه نحو الاسلام العلماني لكي لا تمارس علينا الاحزاب والجماعات الديماغوجيه والدعايات والشعارات. نهار نوصلوا لهذا المستوى ونوليو نصوتوا على البرامج العقلانيه، انا معك في الملكيه البرلمانيه وندافع معك عليها. اوكي عزيزي، شكرا لك على هذا الحوار الجميل سي زاهد مصطفى. شكرا لكل من تابع هذا الحوار. عارف بان الموضوع موضوع تيشتت الاراء. كاين اراء اقصى اليمين واقصى اليسار، الله يخلينا ديما في الوسط ديما شادين العصا من الوسط. شكرا عزيزي على هذا الحوار الجميل، ميرسي. من اجل الوطن مستعدين نقلقوا الجميع. شريطة انا كنفضل انني نحاول نفكر ونخطأ، وإلا خطأت غادي نتحمل مسؤوليه الخطأ ديالي وغنقول بان القراءه ديالي كانت غير صحيحه، وما غنتقبلش انني نفكر شي واحد ادمين ما عرفتوش في بلاصتي ونمشي معاه، وفي الاخير الا قادنا لشي كارثه غادي نكون انا ساهمت في خطأ وفي جريمه ما اختاريتهاش. علمنا ديكارت انا افكر اذا انا موجود، وعلمنا كانت ان نتحرر من كل اشكال الوصايه وان نستخدم عقولنا في التفكير. نختم معكم بشعار: فكر ولا تقبل ان يفكر لك. كل حب وكل تحيه للجميع. كل الحب عزيزي، شكرا لك وشكرا لكل اللي تابعنا، ونلقاكم قريبا في حوار جديد من حوارات هشام. تحياتي للجميع.